أهلا بيكو. في الشرح السريع ده هنتكلم عن واحدة من أهم وأشهر الجمل اللي لازم أي حد بيتعلم ألماني يعرفها، جملة es gibt، عشان تثبت في دماغنا وما ننساهاش تاني خالص. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. سؤال بيجي في بال أي حد بيبدأ ألماني، لو أنا عايز أقول في حاجة معينة أو يوجد كذا، أقولها إزاي بالألماني؟ الإجابة بكل بساطة هي التعبير ده، es gibt. هو ده المقابل المباشر لكلمة في أو يوجد عندنا، يعني بدل ما تلف وتدور هتقول es gibt. سهلة خالص مش كده؟ تمام، عرفنا إن معناها فيه. طيب إزاي بقى نستخدمها في جملة مفيدة؟ يلا بينا نشوف الموضوع ده عملي. بصوا معايا على المثال ده. الجملة بتقول es gibt viel Arbeit heute، يعني بالظبط زي ما بنقول بالعامية في شغل كتير النهاردة. الموضوع بسيط جدا، بنحط es gibt في الأول وبعدها الحاجة اللي بنتكلم عنها. حلو قوي. طيب لو عاوزين نسأل سؤال أو ننفي، يعني نقول مفيش، هنا بقى بتبان قوة التعبير ده وإزاي هو مرن جدا ومفيد في الكلام اليومي. الموضوع أبسط مما نتخيل. لو عاوزين نسأل، كل اللي بنعمله إننا بنشقلب أول كلمتين، يعني بدل اس جبت بنبدأ ب جبت اس. طب لو عاوزين ننفي، بنستخدم كلمة النفي كاين بعد اس جبت على طول، فبتبقى الجملة مرنة معانا في أي حوار. ودلوقتي بقى محتاجين نركز قوي، لأننا وصلنا لأهم قاعدة مرتبطة بأسجيت. دي النقطة اللي بتفرق فعلا واللي بتخلي كلامنا صح 100%. القاعدة واضحة وبسيطة، أي اسم بيجي بعد اس جبت لازم، وبقولها تاني، لازم يكون في حالة الأكوزاتيف اللي هي بنسميها بالعربي حالة النصب. يعني النقطة الجوهرية هنا هي إن اس جبت دايما بتاخد أكوزاتيف. دي قاعدة ثابتة كده، ما فيهاش أي استثناءات، لازم نحفظها زي ما هي. طيب يعني إيه أكوزاتيف بشكل عملي؟ بصوا كده في الجدول ده وهنفهم على طول. أهم تغيير بيحصل هو مع الاسم المذكر النكرة، أداة التنكير بتاعته ein بتتحول وتبقى einen. لكن خدوا بالكم، الاسم المؤنث اللي أداته eine بيفضل زي ما هو، ما بيتغيرش. والمثالين دول بيوضحوا القاعدة دي بالظبط. على اليمين جملة es gibt einen Supermarkt in der Nähe. كلمة Supermarkt دي مذكر، عشان كده الأداة بقت einen. أما على الشمال جملة es gibt eine Bank in der Nähe. كلمة بنك مؤنث، وعشان كده الأداة فضلت eine زي ما هي. هو ده بالظبط تأثير الأكوزاتيف اللي بنتكلم عليه. تمام قوي. عشان نلم كل اللي قلناه والمعلومة تثبت أكتر، يلا نلخص كل حاجة في كام نقطة سريعة كده. أول حاجة، es gibt معناها فيه أو يوجد. تاني حاجة، لو هنسأل سؤال بنبدأ ب gibt es. تالت حاجة، لو هننفي بنستخدم es gibt kein أو keine. ورابع حاجة، ودي أهم نقطة في الموضوع كله، لازم الاسم اللي يجي بعدها يكون في حالة الأكوزاتيف. وبكده نكون فهمنا كل حاجة تقريبا عن es gibt. القلبة دي مع الممارسة والتطبيق المستمر هتبقى سهلة جدا وتلقائية. أتمنى الشرح ده يكون ساعد إننا نبسط واحدة من أكتر الجمل المستخدمة في اللغة الألمانية.